السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي معايا بقى النهاردة ده اختراع من ناحية ايه يا جماعة؟ اختراع من ناحية انه مندي كفتة. يعني الكفتة بالطريقة بتاعتها، كفتة الحياتي انا عملتها معاكم، بس النهاردة عملتها مندي بطريقة تحفة، وخلت الرز بتاع الكفتة طعمه رهيب. استنوا معايا كده وشوفوا، بصوا شوية الرز دول طلعوا عاملين ازاي. الرز ده يا جماعة معمول بالكفتة. يعني ايه معمول بالكفتة؟ يعني كل الحاجات اللي في الكفتة نزلت على الرز ده بطريقة رهيبة وجديدة. انا اول مرة اجربها ودورت عليها كتير ما لقيتهاش، فيعتبر ده بقى اختراع حصري لينا على اليوتيوب. صدقوني جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. شوية رز بقى مفلفلين، والألوان اللي فيه بقى أصفر وأبيض كده، طالع بطريقة رهيبة. وعشان تعرفوا الكفتة اللي معانا دي كمان كفتة فراخ وكفتة لحمة، معايا نوعين من الكفتة، والاتنين طلعوا أحلى من بعض من جمالهم. مش قادرة أقول لكم طلعوا ازاي. شوية بقى واحدة واحدة كده هنعرف ازاي عملنا الكفتة وازاي عملنا الرز وازاي عملناهم بطريقة المندي. وهنبدأ بالمقادير مع بعض. هنا كده شوية كزبرة، وعليهم مش كزبرة، بقدونس أنا أسفة، وعليهم بصلتين. معايا نص كيلو لحمة وفصين توم، ده كده للحمة. نص كيلو لحمة، بصلتين وسط كده، وشوية بقدونس وفصين توم، وهفرمهم بقى كده في الكبة زي ما انتوا شايفين عشان أعمل كفتة الحياتي بتاعت اللحمة. بضرب البصل كده كويس معايا، وهجيب معايا ده نص كيلو لحمة، معايا بياض بيضة يا جماعة، ومعايا شوية ملح وشوية فلفل اسود، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. خد بالكوا دي مقادير النص كيلو، طبعا لو كيلو بزود، بس برضو هو نفس بياض البيضة. وهقلب بقى الحاجات دي مع بعض كويس كده. اهم حاجة في كفتة الحياتي هي العجن كتير، معايا 3 معالق صغيرين لان الكيلو بياخد 3 معالق كبار. فبصوا بقى الاكله دي بقى عملتها لهم بعد العيد كده، روقت عليهم، فقلت ايه اظبطهم بقى عزومه كده من الاخر يعني. ومعايا هنا دي برضو نص كيلو بانيه، اي حته من الفراخ عندك، لو عندك صدر تقطعيه وبتفرميه كويس كده زي ما انتوا شايفين في الكبه. طبعا الفراخ حلوه قوي بتتفرم في الكبه، بيبقى سهل يعني فرمها. هفرمهم كويس قوي الفراخ. بشيل بقى اللحمه. بصوا انا لقيت دي مش مفرومه كويس، تاني قلت ارجعها اكمل عليها ايه، افرمها فرمه حلوه يعني. اهم حاجه تبقى اللحمه والفراخ مفرومه كويس. اللحمه لازم تبقى مفرومه وشين يا جماعه. هقطع برضو بصلتين زي ما انتوا شايفين، وهحط عليهم فص توم على فلفل، او تحطي قرن. ما كانش عندي قرن فلفل احمر، احمر مش اخضر، الاخضر بيدي الفراخ لون مش حلو، لازم يكون قرن فلفل احمر وفص توم. طب انا ما عنديش، انا كنت مخزنه من الفريزر عندي توم على فلفل احمر، وقلت هطلع منه شويه احطهم عليه، وشويه بقدونس صغيرين، او ما تكتريش على الفراخ عشان ما تقلبش منك، يبقى لونها عامل، لان الفراخ بتاخد لون يا جماعه غير اللحمه. شويه ملح، وعندي برضو شوية فلفل اسود زي ما انتوا شايفين، وهدعكهم مع بعض كويس قوي. وبرضو معلقة صغيرة من البيكنج باودر، و3 معالق صغيرين من النشا، وهقلبهم مع بعض كويس، وهفضل ادعك فيهم لعند ما اتأكد ان هما برضو عملوا حاجة زي الخيوط كده، زي الكفتة العادية التانية بالظبط. هنا شوية توم باودر وشوية بصل باودر وشوية بابريكا. انا طبعا عدت مني توم باودر وبصل باودر وشوية بابريكا. ريحة ريحة قرفة وريحة جنزبيل، سنة صغيرة على طرف المعلقة. ودي بهارات فراخ، دي بهارات فراخ حطيت منها شوية صغيرين بتاع نص معلقة، نص معلقة بهارات فراخ. وهحط بقى شوية توم، وعليهم قرن الفلفل الأحمر، قرن فلفل أحمر يا جماعة. وهبتدي بقى ايه اقلبهم كويس زي ما انتوا شايفين. المفروض كنت احط بهارات كفتة بس ما كانش عندي، انا كنت مجهزاهم من بالليل، يعني تاني يوم العيد بالليل كده جهزتهم، وايه وقلت خلاص تاني يوم هبعت اجيب بهارات الكفتة احطها.
اهم حاجه بصوا، انا كان عندي حته ليا صغيره دهنه يعني، و قلت هحطها بتبقى حلوه قوي، بتدي حتى كفته الفراخ طعم حلو، بس كانت متجمده فحطيتها، وقلت من هنا للصبح هتبقى فكت شويه مع اللحمه. اللي ما بيحبهاش ما يحطهاش، يحط دهنه عاديه. اللي حابب، بصوا من هنا للصبح كانت فكت خالص. ايه بقى سر قوام الكفته بتاعت الحياتي؟ لازم يا جماعه تتحط في التلاجة، لازم تتشمع، لازم تتشمع يعني ايه؟ يعني لازم تتحط في التلاجة شويه حلوين. بصوا هنا بطلع العيدان بتاعت الشيش طاووق وهحطها في التلاجة. احطها في التلاجة، احطها، انا اسفه هحطها في ميه عشان العيدان دي لازم تتخمر في ميه شويه عشان ما تتحرقش مني. فحطيتها في صينيه كده وحطيت عليها ميه اخمرها شويه. بص الكلام ده كان بعد العصر كده يمكن بشويه كمان. عندي هنا شويه ميه بصل، انا لما ببشر البصل باخد ميته واحطها في الفريزر، فهنا طلعت شويه ميه بصل وبشرت عليهم طماطمايه، بشر طماطمايه. دي بقى اللي هصبع بيها من بره. دي بقى بعت محمود اهو جاب لي بهارات الكفته، بس ما جابهاش في اكياس، جابها كده من عند العطار يعني ايه، سايبه يعني. فقلت مش مشكله، بس خدوا بالكم بقى عشان دي بتبقى مملحه يعني، غير الاكياس دي مملحه فيها ملح، فخدوا بالكم تظبطوا الملح عشان ما تبقاش حادقه منكم قوي يعني. بصوا هنا بقى الكهرباء قطعت، حطيت شويه زيت صغيرين على وشويه فلفل اسود ومعلقه سكر المفروض بتحطوا عليها. تقريبا يمكن قطعته وما حطيتهاش، بس الكهرباء تيجي وتقطع، الكهرباء تيجي قلت مش مشكله بقى. قعدت هنا على الكرسي كده وقلت ايه هصبحها ان شاء الله، الكهرباء هتيجي دلوقتي معاكم وهتشوفوا انا صبعتها ازاي. المهم باخد شويه على الخله كده وببتدي امشيهم بايدي كده على الخله ورايحه جايه. بصوا اهي الكهرباء اجت، دي كفته الفراخ. بصوا بقى ما شاء الله عامله ازاي. ادي الكميه معايا، ده نص كيلو ونص كيلو، يعني كيلو يا جماعه، كيلو نص كيلو فراخ والله ما اكتر، نص كيلو فراخ ونص كيلو لحمه مفرومه. طبعا مع البصل بقى بيزيد شويه وزي كده، زي ما قلت لكم بلمها. بصوا عامله زي الخيوط ازاي، بحطها كده على العيدان وبايدي ببلها في الحاجات ديت وببتدي ايه امشي عليها. سهله جدا وتصبيحها مفيش اسهل من كده اهي، وبتمسك ما شاء الله. بس اهم حاجه تركنيها في التلاجة اقل حاجه ساعتين، يعني لازم تتركن في التلاجة بتاع ساعتين. بصوا بقى هنا بقى هعمل اختراع المندي يا جماعة، رهيب رهيب. انا من كتر ما عندي اكلوا المندي وعجبهم، عايزين كل اكلة نعملها في البيت اعملها لهم مندي. فبجد اختراع تحفة، جربوها بجد هيعجبكم جدا جدا جدا. شوية بصلاية في شوية زيت على النار، والبقى عندك البهارات الصحيحة، حتة قرفة، ورق لورا، حبهان، فصين اللي هم بيقولوا عليه المسمار او القرنفل دوت. وبقلب بقى البهارات دي، ما بتتقلب على النار بتاخد ريحه كده وبتبقى رهيبه. سخنت ميه وغسلت الرز، ويستحسن انك هنا شويه ملح، ويستحسن ان انت تخمري الرز شويه، بس انا ما كانش معايا وقت والوقت كان اتاخر، فقلت خلاص مش مشكله ايه هزود ميته شويه. لكن انت لو سبتيه شويه في الميه نص ساعه ولا حاجه بيكون كمان احسن. وشوية مية بقى سخنين، حتى لو مفيش سخن بارد عادي، المهم هتزودي ميته شوية عشان هو مش متخمر. دقت الحدق بتاعه، حطيت بصوا بقى معلقة سمنة بلدي عليه كده، يا سلام. وهبتدي بقى ايه اغطيه زي ما انتوا شايفين كده. زي ما اتعودنا في المندي مع بعض، اللي شاف معايا فيديوهات المندي لازم القصدير دوت او الفويل ده يبقى نازل سنة لتحت عشان اي حاجة تنزل عليه تنزل تحت يعني. بصوا بقى بحاول اخلي الفراخ على قد الدايرة بتاعت الحلة. الفراخ ايه الكفتة اخليها عاملة دايرة على نفس شكل، يعني اي حاجة تقع منها تقع على
الحله من جوه ما تقعش بره. يعني البهاريز بصوا كأن الكفتة مرسومة شكل دايرة، عاملاها بشكل انها اي حاجة تنزل من الكفتة تنزل على الحاجات اللي تحت ديت. و وطبعا نسيت اوريكم وانا بخرم الحاجات اللي تحت، بخرم القصدير ده، فتحته كده بخلة، قعدت افتحه. بصوا حطيته ازاي. طبعا لازم الرز من تحت يبقى مرفوع يا جماعة، ركزوا في شبكة تحت. وحطيت الكفتة على شبكة من فوق، ما بغطيش الكفتة. كفتة بسيبها عشان تتحمر وتستوي، ما بغطيهاش. قلت هنا برضو هعمل لهم انتوا شفتوه معايا قبل كده اللي هو الدقوس. طبعا زي ما انتوا خلاص عرفتوا. كنت هقول بتنجان، طماطم وفلفل، فصين توم، شوية كمون وشوية كزبرة على شطة على كمون، عصرة ليمونة وشوية خل. وبضربهم في الكبة او في الخلاط زي ما انت حابة. زي ما انتوا شايفين كده هما شوية على قدنا، يعني احنا بس اللي موجودين. طبعا لازم شوية خل يا جماعة، انا يمكن معرفش الكاميرا ما جابتش الخل، بس المهم. بصوا هنا بقى ما شاء الله، الفرن على اعلى درجة حرارة، لازم الحرارة تبقى اعلى حاجة. بقلب بقى الكفتة لان المية بخار طالع من عند الرز كده. شايفين بقى ما شاء الله، اي حاجة بقى بتنزل من الكفتة بتنزل على الرز. طبعا هقلب اللي جوه الناحيه التانية. طبعا هنا بقى اجواء رمضان ولسه طالعين من رمضان. يا ماما العصير، يا بابا لا يا ماما عايزين عصير. خلاص بقى احنا لسه متعودين ومش عارفه ايه وعايزين كمان شويه عصير يعني. فالمهم خلاص عملت عصير بقى، ربنا يسهل وننسى موضوع العصير ده شويه لان خلاص بقى رمضان خلص وكل سنه وانتم طيبين. فهنا وقف علي قال لي طب خلاص ما دام انتي زهقانه انا هعمله يعني، بس انتي حطوا لي في الخلاط وانا هقعد اصفيه. لان انتوا عارفين عصير البرتقال انا بخزنه زي ما هو، بقشره وبحطه برتقال سليم كده متقشر. فهو قال لي خلاص. وهنا حنان ومحمود بيعصروا كمان شويه برتقال، عايزين برتقال فريش. بصوا بقى شويه ميه وحطيت فيهم شويه كركم وشويه لون الزعفران. طلعت بصوا الكفتة بقى عاملة ازاي طالعة من الفرن. ببتدي بقى اطلعها واقلبها. شايفين المنظر. بصوا بقى الحاجات اللي نزلت بقى من اللحمة نازلة على الفراخ تحت. بصوا والرز يا جماعة ريحته بقى كفتة، ريحة الرز كفتة اصلا. وادي اللون قلبته على الرز. غطيت الرز تاني زي ما انتوا شايفين، وحطيت عليه برضو الكفتة تاني بعد ما قلبتها الكفتة كويس. طبعا واضحة الفراخ من اللحمة. وحطيت هنا الرز، قفلته كويس وحطيته على النار من فوق. وهنا دخلت الكفتة بقى لان الرز خلاص كان استوى. فانا قلت ايه احطه على النار من فوق بس يتشرب شوية المية دول. وهنا قلبت الكفتة وعليت النار على الاخر خالص. والنار طبيعي من البداية بتبقى عالية. ودخلتها الفرن تاني تاخد زي تشميع. بصوا بقى الرز بقى، يا نهار ابيض على الرز وعلى جماله وعلى حلاوته. وطعم بقى الكفتة بطعم اللحمة بقى نازل فيه، مخليهم شوية رز مش قادرة اقول لكم. طلع رهيب رهيب الرز رهيب. بصوا الكفتة بقى وجمالها وحلاوتها. هناك بقى ولعت على فحمية كده، قلت عشان اديهم بقى طعم الشوي بقى وطعم المندي بقى الاساسي. كل ما يخلصوا معايا كام واحدة اجي احطهم لان كنت بسيبهم يتحمروا كويس في الفرن. جبت بقى حتة فحمة اهي وعليها حتة سمنة بلدي بقى وغطيت وسبته. يا جماعة على الرز وعلى طعمه وعلى حلاوته. ادي بقى الدقوس حطيته كده في اطباق زي ما انتوا شايفين. المهم اصروا يعيشوا اجواء رمضان فقلت يلا بقى مش مشكلة. خلاص الكلام ده كان حوالي الساعة مش عايزة اقول لكم 10 بالليل يمكن. طبعا انتوا عارفين لف رمضان والواحد بيجي تاني يوم مش قادر يقوم اصلا. فالمهم قمت وقلت ايه عبال ما خلصت الاكل بقى كان حوالي الساعة 10 بالليل. قالوا هنحط الطبلية بقى وقلت براحتكم بقى اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه. بصوا بقى هنا بقطع واكل واللي محمود بصوا من جوه. بصوا الكفتة عاملة ازاي يا جماعة، ماسكة في بعضها ازاي ولا بتفك ولا اي حاجة. شايفين. بصوا الكفتة تتنيها كده تتقطع معاكي.
بجد جربوها يا جماعة بالطريقة دي، رهيبة رهيبة. شوية كفتة مش قادرة اقول لكم، حاجة فظيعة كده، بسم الله ما شاء الله يعني. شايفين بقى المنظر، وشوية بقى بقدونس كده على الوش. احلى اكلة، بالتالي بيقولوا لي احلى من المندي كمان. شايفين الرز مفلفل، حباية لونها اصفر، وحباية بصوا الاصفر اصفر بقى عشان لون الزعفران مع شوية كركم بقى، مش قادرة اقول لكم. انا هنا نسيت اشيلهم البهارات اللي بتبقى على الوش دي، كنت مستعجلة لان كنت اتأخرت جدا فعلا، وكانوا ماتوا من الجوع، مش جاعوا بس، لا هما كانوا فطسوا خلاص. وعمال يقول لا رمضان كان احسن عشان خاطر رمضان كان فيه وقت يلا، لكن خلاص دلوقتي الساعة 10 بالليل يعني، يا ماما يلا خلاص يا ماما ان شاء الله هتاكلوا ما تقلقوش. بتمنى بقى فيديو النهاردة يكون عجبكم، بتمنى ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ومع السلامة.